هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من قامشلو، من استوديو بوير اف ام. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وضيف جديد وموضوع جديد. موضوعنا وضيفنا أو ضيفتنا هي الدكتورة همرين شيخ موس فتاح، اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحتها، لنحكي عن موضوع مهم كتير، هي الحساسية. يا ترى أشكال الحساسية نحكي عنها وأسبابها وعلاجها، وكتير مواضيع بتم الحساسية. يلي حابب ينضم لنا أو حدا عنده سؤال، فيكن تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429-101 أو عبر الواتساب، سواء كنتوا برات البلد 093-82-80-81-4. خلوكن معنا بعد هالفاصل وراجعين. خلونا نحن وانتو نرحب بالدكتورة همرين. يسعد مساكي دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير عماد، ومساء الخير لكل مستمعي بوير. دكتورة، موضوع الحساسية هي بحد ذاتها اسمها حساسية، يعني موضوع شائع كتير، وربما تكون أحيانا موسمي أو بشكل دائم مع كتير من الناس. يا ترى أول مدخل لموضوعنا، لو تحكي لنا شوي عن موضوع الحساسية بشكل عام، شو هي؟ هلا فينا نعرف انه شو هي الحساسية. الحساسية هي ردة فعل من جسم الانسان او من جهازه المناعي تجاه مادة غريبة او مادة محسسة يتعرض لها. هلا لما الانسان يتعرض لمادة محسسة بيصير في يعني تحفيز داخل الجسم، بشكل الجسم ما نسميه بالاجسام المضادة. يعني الاجسام المضادة اللي تتشكل داخل الجسم هي استجابة لتعرض الجسم لهالمادة المحسسة. هلا بالنسبة للحساسية كمفهوم انه شو بيصير داخل الجسم، اللي بيهمنا انه لما بيتعرض الجسم لمادة محسسة بينفرز داخل الجسم مواد. من أهم هالمواد هي الهستامين. الهستامين اللي ينفرز داخل الجسم هو المسؤول تقريبا مع غير مواد عن الأعراض اللي تظهر على جسم الإنسان، لتبين للشخص المصاب أو للطبيب أنه هالإنسان متحسس. فهالأعراض بتظهر على الجلد أو على المسالك التنفسية والهضمية والممرات الأنفية. هلا بشكل عام الأعراض اللي تظهر على الإنسان المتحسس تتراوح ما بين أعراض خفيفة، يمكن أنه تكون خفيفة لدرجة ما يتعالج الإنسان، أو تكون متوسطة تتطلب علاج دوائي، أو حتى تتطور الحالة لحالة شديدة نسميها الصدمة أو التأق. في هالحالة، الحالة الشديدة طبعا الصدمة أو التأقت، يكون المريض جهازه الدوراني والتنفسي صار فيه اضطراب كتير كبير، صار فيه تغييب وعي أو صعوبة تنفس. هون الحالة تتطلب إجراء إسعافي، تدخل إسعافي. أما الحالات الثانية فهي الأعراض تكون أخف، بدنا بعدين نحكي عنها حسب المرض. وفيني هون أذكر إنه في عنا شيء اسمه المواد المحسسة اللي هلا كتير شائعة حسب المناطق. طبعا في عنا مثلا عنا بالقامش اللي هي الغبار، الدخان المتصاعد عنا بالمنطقة،
التدخين. فينا نعتبر المواد المحسسة مادة من يعني غير الموجودة بالهواء، مثلا الطعام. الإنسان يمكن يتحسس من نوعية الطعام مثل الحليب، البيض، السمك، ويمكن كمان يكون المحسس أدوية. فأحيانا الإنسان بيتحسس من صاد مثلا معين مثل البنسلين، نقول إن هذا الشخص متحسس من هالمادة. هلا كمان يمكن حسب المرض بعدين نذكر الأعراض، بيهمنا هون كمان التشخيص وطريق العلاج. فينا نحكي هون بشكل مختصر إنه قصة سريرية هي مهمة، واختبارات جلدية تجرى يعني بشكل أو حتى اختبارات دموية. فيك بعدين تبحث عن أضداد معينة بالجسم لتكتشف إنه هذا الجسم تعرض لمادة محسسة أو مادة غريبة عنه يعني. دكتورة، أنواع التحسس أكيد كتيرة. المستمعين عم يسمعونا. طبعا حابب أذكر المستمعين اللي حابب عنده يكون أي سؤال أو أي استفسار، الدكتورة همرين شيخ موسى فتاح اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة موجودة بالاستديو، طبعا بخدمتكم وبخدمة أسئلتكم. إذا في عندكم أي استفسار سواء كنتوا جوات البلد أو برات البلد. موضوعنا هو مهم كتير باعتبارنا فترة انقلاب جوي، فترة موسمية لأنه هي الأعراض بتكتر بفصلي الخريف والربيع يعني. هنا نحن بالخريف بداية الشتاء، فهون الأعراض هالفترة كترانة يعني. أكيد. دكتورة، الحساسية الأنفية يا ترى شو هي وشو هو علاج الحساسية الأنفية؟ مثل ما ذكرت بالبداية أنه لما بينفرز الهستامين أو غيرها من المواد بتطلع على الجسم أعراض اللي هي أعراض جلدية أو أعراض على مسالك التنفسية. فهون لما نحكي عن التحسس الأنفي، الإنسان لما يستنشق مادة محسسة هون ببلش بالأنف بيصير استقبال لها المادة المحسسة، إنه بتهيج المخاطية الأنفية، بتورم المخاطية الأنفية، بينفرز مواد كيميائية. هالمواد الكيميائية مثل ما ذكرت بتسبب أعراض، سواء أعراض أنفية أو أعراض مرافقة اللي هي مثلا التحسس الأنفي. فينا نذكر أنه بيتظاهر بسيلان أنف. حتى بعض الأشخاص بيقولون لك، بيذكر لك أنه الأنف متسكر، يعني انسداد أنف ليس عكس السيلان. ويمكن كمان أنه تتطور الحالة لشيء مرافق له دماع، حكة أنفية أو حكة عينية. أحيانا الشخص بيعاني من تورم حول العينين، أو يشكي من عطاس، من حتى تمتد الإصابة لسيلان خلفي تسبب له سعال تحسسي. هالأعراض مثل ما ذكرت يمكن تكون خفيفة يعني، ويمكن تكون أشد، تسبب عند المريض عدم تركيز، عدم قدرة على النوم، عدم القدرة على العمل. هون الأعراض يمكن أن تظهر خلال فترة قصيرة، يعني خلال دقائق من التعرض، وبعدين تستمر فترة طويلة فتكون مزمنة يعني. حتى بعد الإزمان يمكن أن تتشكل لدى الشخص مضاعفات من التحسس الأنفي، يعني تبلش الأعراض بتحسس أنفي، بعدين بتظهر مضاعفات اللي هي مثلا التهاب الجيوب الأنفية المتكرر، أنه بيصير في عندك تهوية الجيوب فيها مشكلة، السائل المفرز بيأثر على تهوية الجيوب، فتحات الجيوب. ممكن أن تمتد المضاعفات للأذن، فتظهر مشاكل التهابات الأذن. هلا مثل ما ذكرت أنت طلبت كمان العلاج، بالأمراض التحسسية عماد يمكن تذكر العلاجات الوقائية والعلاج الدوائي يعني. نعم. هلا العلاجات الوقائية أول علاج لمريض متحسس إبعاد المحسس. إذا أنت ما بعدت المحسس الأعراض تخف على الدواء، لكن ما رح تنتهي الأعراض. فالمحسس، بعد المحسس هو الحجر الأساس يعني بعلاج الحساسية، مصدر الحساسية يعني. أي إذا أنت بعدت المحسس، مكان العمل اللي عم تشتغل فيه تهويته، مكان البيت يعني تهوية المعيشة كمان الرطوبة وهالشغلات بتأثر على المريض. مثلا إنه يرتدي بمكان العمل كمامة
بالشوارع يرتدي كمامة، بس مو مشان المرض المنتشر هلا ومرض الكورونا، كمان مرض الحساسية الكمامة كتير منيحة للشخص، بتجنبوا التعرض للغبار. الابتعاد عن الأشخاص المدخنين، خاصة إذا كان الشخص مدخن سلبي كمان يأثر عليه. إذا أنت عم تشتغل بمكان فيه غبرة، نظف المكان بقطعة مبللة من القماش، يعني الأحسن يعني مشان التجنب. إذا الإنسان عم يعيش بمكان فيه حيوانات مثلا أو بيئة ريفية، أو حتى مثلا عم يربي حيوانات مثل القطط والكلاب وهدول، أو الطيور اللي لهم ريش كمان محسسات. في ناس كمان إذا شربت سوائل كتير، سوائل دافية، حمامات ساخنة كمان بترطب المفرزات الأنفية، غسيل متكرر للملابس كمان كتير منيح. هدول هن العلاجات الوقائية اللي ذكرت لك إياها. هلا فينا نفوت للعلاج الدوائي. مريض يجي لعندك على العيادة بده علاج دواء، خاصة إذا صار عنده فترة طويلة غير مستجيب للدواء اللي هو عم ياخده من عنده أو عند حاله أو يروح على الصيدلية. فالمضادات الهستامين أو مضادات بهالحالة، ما دام عم نحكي عن الأنف، يعني عم نعطي للمريض مضادات احتقان كمان. مضادات الاحتقان هون نتجنب، إذا عطينا مضاد احتقان نتجنب مرضى الكلى، مرضى الكبد، مرضى الضغط، مرضى القلب، نتجنب مرضى عندهم أمراض الدرق. ننتبه على مضادات الاحتقان، يعني ما بينعطى لكل مريض مضاد احتقان، سواء موضعي أم فموي. وبالنسبة للعلاج بمضادات الهستامين اللي هي حجر الأساس بالحساسية، هون كمان بدي شوي أعطيك صنفين مضادات الهستامين إذا عندك فكرة عنه، إنه جيل أول وجيل تاني. هلا الجيل الأول كانت عنه في أدوية معينة نصنفها جيل أول بس، لكن تسبب النعاس للمريض. في الجيل الثاني أفضل، أقل يعني التأثيرات جانبية، خاصة بموضوع النعاس، اللي هي الفيكسوفينادين، اللوراتادين، هدول نعاس أقل. بشكل عام المضادات الهستامين لها آثار جانبية اللي هي جفاف الفم أو أرق أو تعب. بس في موضوع تاني كمان، إذا مريض عم ياخد أنتي هستامين لازم يتجنب شرب الكحول كمان إلا مشكلة يعني تزيد الحالة. يعني هدول هن حتى في هلا هدول علاجات مبدئية يمكن تطور الحالة نحتاج الإنسان لكورتيزونات يعني، بس بشكل عام هي أنتي الهستامين هو اللي يستخدم للعلاج. يعني دكتور، أول شيء بتنصحوا المريض الإجراءات الوقائية اللي ذكرتوها من شوي، إذا ما استجابت الحالة بتلجأوا للعلاج الدوائي. هلا أحيانا هو يفضل أن نتشارك الاثنين، يعني لأنه المريض بيجي لعندك بتكون عليه أعراض ومتضايق منها، يعني بيكون واصل لمرحلة صارت المفرزات كترانة، صار في مضاعفات على الأغلب، صار عنده صداع، صار فات بموضوع التهاب الجيوب. أغلب الناس يعني. تفاقمت الحالة، فأنت هون بتعطي دواء. وطبعا مثل ما قلت لك الأساس هي إبعاد المحسس. إذا المريض ما كانت البيئة تبعه غير ملائمة وأخذ أدوية، ما رح تخفف له الأعراض ويمكن ترجع تعود بسرعة يعني للمرض. دكتورة، حكينا عن موضوع الحساسية الأنفية، لكن أيضا هناك موضوع الحساسي أو السعال التحسسي. ونحن هلأ حاليا بموجة جائحة عالمية ربما تكون مشتركة بين، يعني في قاسم مشترك بين الأعراض الصدرية، الأعراض أو متماشية مع السعال التحسسي. يا ريتك شوي تحكي لنا عنها دكتورة الموضوع هذا. السعال التحسسي هو عرض لتعرض الإنسان لمادة محسسة. لازم هون مثل ما ذكرت أنت، سواء سعال كوفيد ناجم عن مرض كوفيد، أو سعال ناجم عن أمراض الرئة، أو سعال ناجم عن حتى أمراض هضمية اللي مثل قلص المريء المعدي. بدك تصنف السعال، تشوف المرافقات للسعال. هلا السعال الأمراض الصدرية سعال مختلف، سعال مثل الربو مثلا مترافق مع وزيز بإصغاء الصدر، مترافق مع أعراض تانية. سعال القلص المريء المعدي يترافق مع شكاية هضمية. سعال كوفيد 19 فهو سعال قوي، سعال مستمر. سعال يجي بأعراض مع مرافق لأعراض المريض يشخص بالكوفيد ليس عن طريق السعال، فالسعال تبعه يكون عرض من المرض نفسه. السعال هون بيكون قوي،
بيكون والجاف؟ مستمر، جاف طبعا مثل ما ذكرت، وهو سعال يعني مرافق مع ضيق نفس. سعال التحسسي ليس كهذا السعال، يعني ضيق نفس مترافق مع آلام عضلية، مع صداع، مع حرارة. المريض يشخص بكوفيد وبيشوف من ضمن مرافقات المرض عنده السعال. هلا السعال مثل ما ذكرت باقي الأنواع لها علاجات مختلفة وإلى أسباب مختلفة. يعني بالنسبة لعلاج السعال التحسسي هو بعاد المحسس، يعني أنت تعرضت لغبار لدخان فيمكن ارتداد الكمامة ارتداء كافي يعني أحيانا، أو بعدين بتوصل لمرحلة إذا تفاقم تعالج. السعال التحسسي كمان انه سببه انه لما أن المريض استنشق الغبار صار عنده سائل ضمن جوف الانف، هالسائل لزج بينزل خلفيا على الحلق، بيرجع بيدغدغ الحلق، بيسبب حاجة ملحة للشخص انه يسعل. اذا فات لما كان فيه غبار او رائحة بتلاقي دغري يعني فترة تعرض كتير قصيرة ببلش الانسان يسعل، فهي استجابة ملحة للسعال. كمان رد فعل جهازه المناعي نتيجة استنشاقه او دخول جسم غريب الى جسمه. بالنسبة مثل ما ذكرنا عن التهاب الانف التحسسي، السعال هون بيكون يعني في له أعراض مرافقة، يعني اللي هي الدماع، الحكة، كمان العطاس، يعني في مرافقات للسعال التحسسي. تمام دكتورة، لو نحكي عن العلاج أيضا هذا هو بيكون أيضا دوائي ولا مثلا تلجو نفس العلاج تقريبا التحسس الأنفي، بس التحسس الأنفي هلا هون كمان نفس الشيء بتعطي مضادات احتقان، لأنه في عندك احتقان أنفي، في عندك سيلان، فتعطي مضادات احتقان وتتجنب الفئات اللي ذكرنا من مضادات الاحتقان. بتعطي كمان أنتي هستامينات، هون يمكن تعطي شرابات كمان تحسسية تفيد بشراب اللي يكون آمن، يعني الشخص السكري أو الضغط تعطي شرابات تحسسية. بحالة السعال التحسسي تلجأ لحتى للكورتيزون، يمكن أن تعطي بخاخات كورتيزون موضعية أو تعطي جرعة كورتيزون فموية. طبعا عم نمشي بالتدريج بحسب تفاقم الحالة، يعني فيك إجراءات مبدئية. مثلا كتير عالم عم تتحسس من الكلور بالمنازل، من استعمال الكلور. إذا أنت تجنبت استعمال الكلور ما في سعال، ما بتتفاقم عندك الحالة. أحيانا بيجي المريض بيستمر عنده السعال أكثر من 15 يوم نتيجة التماس أو بمكان مغلق، التماس المستمر مع المادة المحسسة. بحسب يعني إذا تفاقمت الحالة هون فيك تستعمل كمان كورتيزونات. أكيد. دكتورة، العلاجات الوقائية والدوائية بشكل عام لموضوع الحساسية هاي يا ترى هي عندكم محبذة؟ من شوي ذكرتوا موضوع الآثار الجانبية غير النوم مثلا، غير النعاس فرضا، في شغلات تانية مثل ما ذكرت انه صارت الاشكال الدوائيه امنه، يعني الهستامين كما ذكرت لك اللي عم ينفرز عم ينتج من قبل الدماغ ايضا، فهون الهستامين له دور باليقظه، فانت عم تعطي انتي هستامين عم تعرقل هالامر، فبيصير عندك للمريض انه ميل للنعاس. تمام. نعم. فبتعطي جرعه قبل النوم مثلا للمريض، ما بتعطي بالنهار. حلو. مشان اذا عنده عمل او شغله ما يقدر يعني ما يتغيب عن عمله. لها آثار جانبية، بس مثل ما ذكرت مثلا الجيل الثاني آثاره أقل، فترة بقائه بالجسم أطول، يعني يمكن أن تعطي مضادات هستامين فترة طويلة، يعني تأثير مديد بالجسم. يعني الجيل الثاني صار أفضل، نعاس أقل، في آثار مثل جفاف الفم أو حتى هالشغلات، فآثار يعني وكورتيزونات تنعطى. بس فيك مثلا أنه تعطي المريض نصائح مثل ما ذكرنا بالبداية، تهوية مكان العمل، الابتعاد عن الدخان، عن الغبرة، عن التدخين، عن المواد، عن الروائح الوخيزة، عن الطعام اللي تحسس منه، ربما الحاد، الأكل الحاد، البروتين، حتى البهارات. طبعا البهارات، التوابل كمان مصدر حساسية. الأطعمة معينة، حتى الأطفال إذا بلشت تدخلهم مثلا البيض أو هالشغلات بيتبلش عندهم الحساسية. أكيد يعني طبعا. دكتورة، حكينا بموضوع هلا كان باعتبارك وصلتي إلى نقطة أنه ذكرتي الأطفال، يا ترى موضوع الحساسية بيتعلق
بعمر معين أو لا؟ ويا ترى بتزيد وبتنقص مع العمر أو لا؟ هلا الحساسية بشكل عام عند الأطفال أكتر، الفئات العمرية الأقل أكتر، وبتبلش كأنه منحنى معاكس، يعني كل ما زاد الإنسان أو تقدم بالعمر الحساسية تقل عنده. يعني في أمراض أثبتوا إنه هي بعد عمر 50 ما بيتحسس يعني. وكمان العلم دائما بدراسات جديدة في يعني دراسات ألمانية أثبتت إنه أشخاص بعمر 82 بلش تظهر عندهم أعراض تحسسية لمواد معينة قبل ما كانت تظهر عند هيك فئات عمرية. الحساسية عند الأطفال أكتر، الحساسية أحيانا تختفي عند البلوغ وما عاد ترجع، وفي أنواع من الحساسيات تعاود بعد فترة خمود، تعاود تظهر عند الشخص. بس بشكل عام غالبية الناس الأعراض التحسسية عند الأطفال أكتر، الفئة العمرية ما بين البلوغ وقبل البلوغ أكتر. بس مثل ما ذكرت تجارب جديدة يمكن تطلع، يمكن شخص متقدم بالسن تظهر عنده أعراض تحسسية لأمراض قبل ما حسب الدراسات كانت تنفى بهالعمر. أكيد. التحسس يعني دكتورة، دائما بأي مرض ما معين عم نسأل موضوع الوراثة، يا ترى هل الوراثة إلها دور بموضوع الحساسية أم لا؟ هلا ولادة الطفل من أب وأمين متحسسين نسبة الإصابة تقريبا 60%. طرف متحسس وطرف لا، يعني أب مصاب أو أم مصابة 30%. الطرفين غير مصابين يمكن تظهر بنسبة 15%. فالوراثة إلها دور طبعا. العامل الوراثي مهم، حتى مو هيك القصة إنه خلق طفل مع أب من أب وأم متحسسين. يمكن أنا وأنت تعرضنا لمادة محسسة ظهرت الأعراض عليك أو علي وما ظهر على الطرف الثاني، فهون كمان استجابتك المناعية بتحدد الإصابة. فالعامل الوراثي سواء توارث الطفل الإصابة من الأبوين أو جسمك أنت تعرضت فئة عمرية معينة، أشخاص معينين تعرضوا لمادة محسسة، يمكن أن يظهر على شخص أو شخصين درجة الإصابة أكثر أو إصابة أو عدم إصابة بالنسبة للشخص الثاني. فهذا بيأكد لي أنه يمكن نسبة 80% العامل الوراثي له علاقة بموضوع الحساسية. أكيد. دكتورة، من شوي كمان برد هيك حابب نركز على هالنقطة، باعتبارنا بموضوع مهم، وضمن هالموضوع هذا في حالة معينة عامة هلا حاليا. رح نرد نعيد هذا السؤال ونحكي شوي بشكل أوسع نحكي عنه، موضوع التمييز بين السعال التحسسي اللي هو ربما يكون موسمي أو عند بعض الناس، وموضوع السعال اللي يعني هو المرافق أو هو عرض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا. يا ترى كيف للمستمعين حتى يستفيدوا باعتبار برنامجهم هو توعوي أكثر؟ تمام. ذكرنا أن نفصل بين السعالات. هلا سعال الجريب أو سعال الإنفلونزا سعال رطب أحيانا، سعال يترافق مع مريض مع الحالة ببداية الإصابة بالإنفلونزا أحيانا. فأما سعال الكوفيد مثل ما قلت لك ما بيخفي أنه بيتماشى يمكن بالأسبوع الثاني من الإصابة، أسبوع الخطورة، أسبوع الإصابة الصدرية، ببلشت الإصابة تنزل على الصدر، فبيبلش عند المريض سعال بيكون مرافق لضيق النفس. السعال يعني فترة الأولى من الإصابة بالكورونا بشكل عام، هلا هو فيروس جديد، فيروس مستجد، يمكن تكون عند بعض الناس الإصابة غير عرضية، إصابة بعرض خفيف، الإصابة بعرضين. بس بشكل عام إذا حكينا عن نسبة 90-80% من الناس لهم نفس الطريق بالإصابة اللي هو ألم بالحلق. فبيبلش الألم بالحلق، بيبلش عندك الترفع الحروري، بعدين الإصابة بتبلش بالصدر، يعني خاصة درجة الإصابة تختلف. في عالم كمان ما بتظهر عليهم أعراض سعال. فهون السعال الكوفيد سعال قوي مستمر، مرافق لضيق نفس، مرافق لآلام عضلية، مرافق لصداعات. فسعال الكوفيد كمان مثل ما حكيت يمكن كمان أنه تستمر لفترة بعد الشفاء كمان. فممكن أن تستمر في شغلات جديدة عم تطلع بأعراض الكورونا. لازم يضل الشخص المريض العالم متواصلين مع الدراسات الجديدة اللي عم تطلع، وحسب المناطق كمان اللي فيها الإصابة تظهر. في مناطق ظهرت الإصابات الهضمية مثلا أو كذا أكثر من الإصابات الصدرية. أكيد. من ضمن أسئلة المستمعين أو المشاهدين هي الأخت جيهان عم تسأل إنه عم يقولوا إنه
شهد العسل منيح للسعال؟ هي مجرد استفسار فما بعد لا حكي مزبوط. العسل هو من العلاجات المنزلية أو من العلاجات يعني المنيحة للسعال التحسسي. يعني بنحكي عن السعال التحسسي إذا قصد على السعال التحسسي بشكل عام العسل منيح، بس في أنواع من السعالات تحتاج إلى مثل سعال الربو أو بخاخات كورتيزونات. فبالنسبة للسؤال بالنسبة للسعال التحسسي العسل كتير منيح. العسل من العلاجات الوقائية، من العلاجات المنزلية، من العلاجات المفضلة للسعال. بنهاية الحلقة حابين نختم برنامجنا وحلقتنا بشوية نصائح من عندك دكتورة للمستمعين والمشاهدين. هلا فينا نحكي عن باعتبار موضوعنا كان الحساسية، أنا كتير بركز على نقطة إبعاد المحسس، تجنب الأدوية قدر الإمكان. العالم الستات البيوتي يتجنبوا الكلور، ياخدوا يعني منظفات عديمة الرائحة، ذات مفعول لكن عديمة الرائحة. ألبسة الأطفال تكون مغسولة بدون معطرات. مثلا كمان مكان العمل اللي عم يشتغلوا فيه يعني يقوم بتهوية المكان، دائما التنظيف بقطع قماش مبللة. الأطفال اللي بيعانوا من حساسية لأطعمة معينة يتجنبوا أطعمة الشيبس والبيض والشوكولا اللي تسبب لهم لأنه ممكن أحيانا يعني الطفل يتدهور عنده الحالة لصدمة لكذا، أنه الحالة تتدهور من حالة بسيطة لمتكررة لعدم مستجيبة للعلاج. تجنب الأطعمة، تجنب الغبار، العلاجات اللي ذكرناها الوقائية هي الأفضل اللي بالنسبة لموضوع الحساسية من العلاجات الدوائية، لأنه الدواء بيخفف لك الأعراض. الحساسية لا تزول، الحساسية تخفف أعراضها. بمجرد موجود المادة المحسسة ستظهر الحساسية، لكن الشفاء حتى يمكن في لقاحات للحساسية، لكن مثل ما ذكرت اللقاحات ولا غيرها هي فترة زمنية، ممكن حتى 3 إلى 5 سنوات وبعدها تعاود الإنسان الحساسية. الأفضل إبعاد المحسس، الأفضل العلاجات الوقائية والعلاجات المنزلية هي الأفضل. بنهاية الحلقة بتشكر الدكتورة همرين شيخ موس فتاح، اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، على هالمعلومات القيمة. شكرا لك. تسلم عماد. شكرا لك. شكرا للإذاعة. بتضلوا بخير للأسبوع القادم، حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف جديد. ضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.